السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة يا رب. النهارده هنعمل اكلة سمك وان شاء الله تعجبكم. هنا جايبه سمك بلطي وجمبري. الراجل منضفه بس طبعا لازم نعيد على غسيل الراجل. واي نوع سمك بجيبه برمي الراس بتاعته وبقص الديل كده بالمقص. انتي حابه تعمليها كده زي ما هي اعمليها، بس انا اي نوع سمك بجيبه بحب ارمي الراس بتاعته. بغسله بقى غسله كويسه وبملحه وبحطه في التلاجة لمدة ساعة قبل ما اقليه. علشان يبقى متملح وطعمه حلو. لو ملحنا السمك على طول وقليناه بيبقى عادي وملوش طعم. بحب ابدا بيه هو كده الاول قبل ما اعمل الرز وبقيه الاكل. الاسماك من الاكلات المفيده وما شاء الله تغيير في الاكل كده وما شاء الله بيبقى طعمه حلو. واللي ما جربش معاه بتنجان مسبك يجرب، يعني تعملي كده سمك مقلي جنبه بتنجان مسبك بيبقى طعمه حلو. سمك مشوي جنبه بتنجان مشوي ما شاء الله. من الاكلات الجميله الاسماك. وهنا الجمبري. هنا الجمبري بيبقى فيه شوكة رملية لازم نشيلها، علشان لو عملتيه بالشوكة الرملية اللي فيه بيبقى كله رملة ومش هيتاكل. هنا الراجل كان شايلها لي، هي بتبقى في ظهر الجمبرية. بتتشال بكل سهولة. بخلة سنان كده او سكينة بتتشال سهلة، يعني مش صعبة. بس لازم نشيلها عشان ما يبقاش كله رملة. هنا بحب اشيل العين بتاعته كده واقص شنباته. هنا بقى الدقة حطيت توم وملح وكمون وفلفل الوان. املح بقى السمكة كده تمليحة كويسة. نبدأ كده بالسمك الأول، كل حاجة بالترتيب. ما شاء الله، يعني حاجة ان شاء الله تبقى سهلة معانا ومتاخدش وقت. هنا بقى ملحته خلاص هحطه بقى في التلاجة. هنا بقى الجمبري شطفته شطفة كويسة، حطيت عليه مية، حطيت عليه بصلاية، وحطيت عليه نفس الدقة بتاعت السمك اللي هي توم وملح وكمون وفلفل ألوان. هسيبه بقى على النار لمدة 8 9 دقايق، ما تسيبوش اكتر من كده، عشان لو سبتيه على النار اكتر من كده هتلاقي الجمبرية بتشد معاكي وطعمها مش حلو. هما 8 دقايق بالكتير او 9 هتلاقيه استوى وهيبقى ما شاء الله طعمه حلو. وهتاخدي احلى شوربة جمبري. هنا بقى هضيفله معلقتين زيت. هبدأ بقى هنا اعمل في الرز. نجيب بصلتين كبار عشان هعمل كيلو رز، فهنجيب بصلتين كبار. لو عندك البصل متوسط حطي 3. البصل رز السمك بيحب البصل كتير بيبقى طعمه حلو. ولما بنحمره يعني الكمية بتاعته بتقل. هنا بقى حطيت شوية زيت هياخد بقى لون حلو كده. ما شاء الله رز السمك بيبقى طعمه حلو انا بحب بقى اغمق البصلايه عشان اللون الرز يبقى كده لونه حلو وطعمه حلو. ما بحبش رز السمك يكون فاتح. هضيف بقى الميه وشويه ملح لحد ما اغسل الرز، هتكون الميه غليت. هسقط بقى الرز واسيبه يستوي. هنا بقى الميه غليت، على ما غسلت الرز هنزل بقى كده واظبط له الميه والملح بتاعه. اسيبه يغلي بقى كده لحد الميه بتاعته كده ما خلاص يتشمح كده من الميه بتاعته. يتشربها يعني، وبعد كده هدي عليه النار. يستوي على نار هاديه. هنا بقى قشرت البتنجان زي ما انتوا شايفين كده وشطفته شطفه كويسه. وهقليه. هحط بقى كده شويه يتقلوا، هعمل بقى التسبيكه بتاعت البتنجان قبل ما الطماطم تتسبك هكون خلصت قليه. حطيت كده شويه توم مفرومين، يعني معلقه توم مفرومه كده، وشويه زيت. تاخد لون حلو، وهنزل بالطماطم. هنا بوريكم عشان التليفون مش جايب الحله يعني كويس انتوا تشوفوا التوم. بميلها لكم عشان تشوفوا. هنا بقى نزلت بعصير الطماطم. وكنت سايبه لها معلقه من الدقه بتاعت السمك اللي هي توم وملح وكمون وفلفل الوان. على بقى ما اقلل البتنجان هتكون الطماطم اتسبكت.
هنا بقى دقتها لقيتها عدبة، فضفت لها شويه ملح وكمون تاني، ياخد لون حلو كده بقى ونطلعه. والله انتوا لو سامعين الهبد انا مش عارفه والله اقول لكم في الفيديو ولا اقول لكوش، الصوت مزعج، هبد الجيران دي فظيعه والله العظيم. والله اي حد بيسمعني الجيران اللي فوقيكوا كويسين اشكروا ربنا، والله اشكروا ربنا، عشان في ناس يعني حسب الله ونعم الوكيل بجد والله. هنا قليت البتنجان حطيته في مصفى عشان يصفي الزيت اللي فيه. هنا بقى الطماطم كانت اتسبكت، هنزل بقى بالبتنجان. لازم نحدق الطماطم كويس عشان لما ننزل بالبتنجان نقلبه تقليبه كده بسيطه عشان ما يتهرش مننا. هنا بقى الطماطم اللي انا مظبطاها ملح وكمون، هسيب بقى النار عليه هاديه كده ثواني وهطفي عليه، هيتشرب من التسبيكه وهيبقى طعمه حلو. هنا بقى السمك هقليه بقى كده خلاص. هنا بقى بنحط برده في الدقيق شويه ملح وشويه كمون عشان السمك ميبقاش عادب، بيبقى طعمه حلو. هقلي بقى السمك اخر حاجه كده عشان الاكل يبقى سخن. انا مش عارفه انتوا سامعين الهبد والجر ولا لا، والله انا بعاني مع الجيران اللي فوق دي. والله العظيم زهقت بجد، مش عارفه الناس ما بتخافش ربنا دي نعمل معاها ايه. انا والله العظيم مش يعني الفيديو ده فيديو اكل، مش فيديو مثلا ايه مناقشه اي مواضيع، بس انا والله العظيم بحب اقول كده عشان الناس اللي عندها جيران كويسه فوقيها او ساكنه تحت او فوقيها تشكر ربنا اللي في ناس كويسه حواليها، مش ناس مؤذيه زي دي. انا والله العظيم عامله فيديو على القناه، فيديو برضه هتلاقوه عن اذى الجيران وكده، هتلاقوه شوفوه انتوا تفهموا. والله العظيم من ساعه الفيديو ده وانا لحد النهارده بعاني من هبد حاجه فظيعه يعني. ربنا يعيننا يا رب ويعين اي حد في الوضع اللي احنا فيه. هنا بقى كنت غرفت الاكل، ما شاء الله اكله جميله. يا رب الفيديو يعجبكم وتشتركوا في القناه عشان تكبر وتنجح بيكم، وبتمنى لكم السعاده والخير من قلبي، والسلام عليكم ورحمه الله.